سؤال بجد والله العظيم ما بهزر. مش عيب البني ادم يفشل؟ وفي الرياضه مكسب وخساره، مش عيب. لكن ما تصورش للناس ان انت ما تطلع رابع تبقى ناجح. يعني حاجه تضحك. انتوا عملتوها ازاي دي يا جماعه؟ يعني بجد عملتوها ازاي اعلاميا؟ او اللجان الاعلاميه يعني انت عايزين تعملوها ازاي؟ يعني حاجه تضحك اقسم بالله. اول مره اشوف ناس بتحتفل وسعيده بوجودها في المركز الاخير في مجموعتها في اول دور اللي هو الدور ال 32، اطلع انا الاخير فجاه احتفل واقول ان انا عملت انجاز. هو عيب ان انت تفشل او عيب ان انت ما تنجحش؟ مش عيب والله، والله ما عيب. هو الاهلي يعني محتاج ان هو ينجح؟ ما هو ناجح. الاهلي ما هو بطل، الاهلي احسن زعيم القاره السمراء، واحسن فريق في مصر من حيث البطولات، واحسن سكواد في مصر هو وبيراميدز. ده ملوش دعوه بالزمالك، لان الزمالك مش ناجح. الزمالك ما عندوش اقوى فريق، الزمالك ما عندوش لعيبه جامده، وده احنا بنعترف بده وبنقول ده. الزمالك لو كان شارك في البطوله دي كان هيطلع رابع برضه، كان ممكن تكون نتائجه اسوأ، وقد ممكن يحقق نتائج افضل سنه. يعني الله اعلم. بس هو لان انت لما بتلعب مع الزمالك ساعات بيكسبك زي السوبر الافريقي. انت بقالك 4 5 ماتشات ما عرفتش تكسب الزمالك وانت بالسكواد ده. فهنا